جبت لكم في هذا الفيديو أسرار من أسرار المطاعم. السوفلي ما شاء الله يجو فارغين من الداخل ومقرمشين من البر وحشوة روعة اقتصادية. جربوها واعتمدوها يعني. في كل مرة عندك وصفات أخرى تاع سوفلي اخطيك منهم، عندك هذه الوصفة جبتها لك اليوم هي الصح. عندك ثاني هنا من جهة أخرى عددت لكم العدس بالشنافي، وهو نوع من أنواع اللفت. يطلق بنا وهو سر ثاني من أسرار هذا العدس. يعني جربوها يعني خطوة بخطوة وراح تنجحوا فيهم إن شاء الله. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد الفيديو بتاعي على اليوتيوب لا تنساش ديروا لي اشتراك في القناة وجاملي الفيديو ومتابعة، ويلا نبداو على بركة الله. بداية نهار اليوم كانت مع تحضير حشو السوفلي، واللي هو نديروه بالسلق. سلق يعني بالدجاج، حشو اقتصادي راح تتابعوه معنا. راح نديروها على النار فقط، يعني هي وكما نقطعوها ونخلوها تطيب وحدها، يعني سلق ما نديرو لك والو. عندي هنايا من جهه اخرى العدس راح نوجدوه نديروه هنا نقعوه في الماء الحامي باش نحو يسموه هذيك القشور الخارجيه نتاعو. هنايا داك السلق راح نديرو له الزيت، يعني بعد ما زبلنا السلق راح نديرو له الزيت باش ما يحرقش. عندنا اخرى باش نوجدو العدس تاعنا بالخضره. كما راكم تشوفوا هذا هو اللفت تاع الشنافي، تجي حبتو كي الحبه تاع البطاطا، يعني مش كيما اللفت المولفين نخدمو به يعود طوال عروقو كيما تاع الزرونديه. المهم احنا نقطعو يجي لونه خوخ، يعني ما يعرفوش، يعني يجي لونه وردي من الخارج فقط. طبيعة الحال عندي هنايا الجزر والبطاطا، هذون الخضرة اللي راح نديروها للعدس تاعنا. راح نغسلوها، ما ننساوش البصلة. اذا كان عندكم البصل المدورة ديري حبة صغيرة برك، يعني ما نحتاجوش ياسر. وراح نقطعوا الخضرة اللي راح نديروها. نقطعوا لفت ملاحظة نقطعوه كبار، لانه اذا يعني قطعناه صغار راح يذوب لنا في المرقة، لانه هو سريع الطهي، يعني ما يشدلكش وقت اصلا. و باش ندورو نحافظوا على الشكل نتاعو باش ندوروه. كما نقولوا يسيح لنا مع الماء تاع المرقة. عندي هنايا الجزر ثاني نقطعوه، ونقطعوا البطاطا ايضا. راح نديرو المرقة في الكيكوطة تاعنا، عفوا راح نديرو الخضرة تاعنا في الكيكوطة. نقطعوا البصل نتاعنا قطع صغيرة. نقطعوا المعدنوس، لان المعدنوس راح يطبع الماكله، بالاخص اذا كان طازج وعنده ريحه. هذاك ما يعرفوش حنا المعدنوس نقولوه ليطلق الريحه مش الاخر. عندي سنينة ثوم، زوج حبات تاع الثوم. عندي هنايا طماطم. عندي ملاعق زيت من 5 إلى 6 ملاعق فقط كافيه. عندي هنايا الكركم، عرق الاصفر، بالنسبه لنا احنا نقولوا له العرق الاصفر. عندنا هنايا الفلفل، عفوا ملح، و والراس حانوت. كما راكم تشوفوا في هذه الاثناء راح تكون العدس تاعنا، يعني هذا هو وقته نبداو نحكوه قاعد باش لانه يكون سهل باش يطيح لما لك الجلوف نتاعو تتنحمل الحبه تاعو هذيك، وتتنح بكل سهوله لما نعملو هيك باليد. نديروه في الكسكاس يعني نحاولوا غير بالعقل باش تروح لنا هذيك الفوقانية. نقصلوه غير بشوي باش تقعدنا ديك الحبات الصفراء فقط، لانه هذيك راني تشوفوا هذا هو شكلها. تخلصنا منها بكل سهوله. هذيك شوفوه تخيلوها وكان نخلوها مع العدس تاعها تعود لنا مرقه. شو نقولوا لها كحله، لون غامق، لون غير محبوب. نزيدو نضيفو الحبه ملعقه اخرى عفوا تاع طماطم مصبره، ونخلوها تتقلى. عندي هنايا المعدنوس مع الدجاج، نرحوه ونحاولوا نضيفوه على اسلق الحشو تاعنا، ونحركو ونزيدو سنينات تاع الثوم للحشو ونخلطو بطبيعة الحال. هنايا عندي هنا العظم تاع الدجاج درتو للعدس باش ينكه لي، ونمرقو ونغلق الكيك ونطلع عليها مباشرة، ونخليها تطيب حوالي ساعة
او نصف ساعة، اقل من ساعة. هنا نديرو طماطم مرحية حوالي حبة صغيرة، ونخلطوها مع الحشو ونخليها تتقلى شوية، ومن بعد نحها على النار، نضيف التوابل بعد ما تطيب النار، زنجبيل وفلفل اسود وحبة بيض، ونحرك ونخليها تبرد. عندي بالنسبة الآن راح نديرو 6 كيسان تاع فرينة بالنسبة للعجينة تاع السوفلي. ضفنا 4 قربلناهم، ونضيفو درك 2 اخرين نقربلوهم تاني. هذا يعني انا كمية راني ضاعفتها، يعني اللي عندها عيال صغير ولا تقسم الكمية اللي درتها الان على 2. هنا عندي هنايا راه حوالي كأس تاع زيت، 2 بيضات، 2 ملاعق خميرة، والملح تاع حسب الرغبة، يعني ملعقة صغيرة فقط. ونبدأ نضرب فيها البيضات تاعنا، ونديرو حوالي كأس تاع حليب وخميرة الحلوى، وزن 10 غرام. ونخلط العجينة تاعي، ومن بعد نخلطها نغطيها بالكيس ونخليها ترتاح. يعني مي كانت ترتاح انا راح تقلينا البطاطا اللي راح نديروها للحشو. كاين حاجه مهمه راح نقولها لكم بالنسبه للطليه تاع السوفلي اللي نديروها لها من الفوق، يعني كما نديروا البيضه فقط، يعني بيض فقط. اما هنايا راح نضيفوا له الزيت، يعني الزيت هو اللي راح يعطيك اللمعان للسفلي نتاعك من الفوق، يعطي ديك التقرميشه، يعطيك ذاك اللون، يعني روعه ما شاء الله. انا هذا تاع الحكايه تاع البيض والزيت انا كنت نديروها في الكاطو، وبالاخص للكروكي، يعني نديرو البيضه ونديرو الزيت وندير له الكاكاو يعني من الفوق باش يعطيك هذاك اللمعان. هذا هو السر تاع المطاعم، او كما قلت لكم تقدروا ديروا حتى في الحلوى، ديروا في الكاطو تاع الطابع ثاني البيض هذاك اللي من الفوق ديروا له زيت باش يعطيك اللمعان. انا قلت لكم هذا سر تقدروا توظفوه في اكثر من شيء واحد، وهو شيء جد جد مهم. راح نفتح العجينه تاعنا تاع السوفلي، ما راحش نستعملوا الفرينه نهائيا، راح نستعملوا الزيت فقط، يعني غير شويه ما نكثروش باش يساعدنا في الحل فقط. ونغلقوا العجينه الشكل اللي بغيتوه، كما هذا هو الشكل ما شاء الله. كنا منفخين نديروا الحشو في الوسط، العجينه ما نفتحوهاش بزاف، نديروه غير شويه باش كدا نطبقوها ما تتزحلقش وتخلي لك ثقوب من الاعلى، يعني كما هاك تساعدك احسن، لانه راح نستعمله في الزيت ماش نستعمله في الفرينه. وهذا سر ثاني تاعها، يعني باش ما تكثرش عليكم يعني تكون يابسه، ندورو عليها تكون هشيشه العجينه. كي نعمرو السنيوه تاعنا نديروها في الفرن للطيب. واخيرا في نهايه الفيديو ها هو العدس واجد، ها هو السفلي تاعنا واجد. العدس كما راكم تشوفوا نديروه مع الفلفل، هذاك الفلفل مصنوع صنع منزلي اللي درنا له من قبل فيديو اذا كنتم متفكرينه تاع ترقاد الفلفل. هذا هو وقته مع العدس اللي يعني في الشتاء يسخن الحاله. ها كما كنت تشوفوا السوفلي يعني مقطعت لكم حبة على نص مجدتها باش تشوفوها الحشو معمر من الداخل، من البر يعني كما نقولوا يعطيك ذاك اللمعان مازال يبرق، يعني حتى وكان تخلي حتى اللي مازال اللي محافظ على هذاك اللمعان تاعو، يعني طايب ما شاء الله، مقرمش فارغين من الداخل ماهوش عجين طايب. هذا كما كنت فلفل. هنايا عندنا العدس تاعنا هذا هو بالشنافي حاضر ما شاء الله. شوفوا المرقة كيفاش عاقدة، هاو العدس ما شاء الله. ها هي الخضرة تاعو يعني روعة. شوفوا القوام تاعو، شوفوه طايب. على بها قلت لكم نقطعوا الخضرة تاعنا قطع كبيرة باش يعني سهل، يعني كنشوفوه يبقى منظرها ما تسيحناش في الحساء تاعنا تاع العدس، تبقى محافظة على الشكل تاعها، لانه فقط تكون ديري غير الملعقة تاعك تتفتت. كما تشوفوا هذا هو السوفلي المرقة ما شاء الله. نتمنى تكون نال اعجابكم هذا الفيديو ان شاء الله.
تجربوها وتردوا لي الخبر في التعليقات. انا متأكدة يعني لما تجربوا هذا السوفلي ما راح تجربوا اي نوعية اخرى، ويعني تعتمدوها. هذه الوصفة معتمدة، من هذه ما نزيدش نجرب اي وصفة اخرى، يعني بدون لا غيرها ما كانش. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.